ازيكم؟ كل سنه وانتم طيبين. حلاوه المولد ظهرت في الاسواق. ازاي اكل حلاوه المولد في الدايت وما اتخنش؟ مبدئيا كده احنا عشان ناكل حلاوه المولد، طبعا حلاوه المولد مليانه مكسرات، مليانه عسل، مليانه سكر، مليانه حاجات تتخن. بس احنا عايزين ناكلها في الدايت. طيب احنا نقدر ناكلها اولا في اليوم الفري، بس هتكون دواءة. يعني ايه دواءة؟ يعني كل قطعة من حلاوة المولد، الفولية، الحمصية، الملبن، معرفش ايه، هناخد قطمة واحدة. القطمة دي سببها ان احنا عايزين قدر الامكان ما نحسش بالحرمان، وفي نفس الوقت ما نزودش السعرات الحرارية قوي، لان الزيوت المهدرجة اللي موجودة في المكسرات بتاعة حلاوة المولد بتأثر جدا 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 على الحرق. فدي حاجة. الحاجة التانية، لو انا بقى عايز اكل حلاوة المولد مش في يوم الفري، فاقدر اكلها من ضمن السعرات الحراريه اللي انا عايزها، وفي نفس الوقت او اللي انا محتاجها في اليوم، وفي نفس الوقت ننزل نعمل مجهود يصل الى ساعه الا ربع لحد ساعه ونص مشي، او